من غير اي تحديد للموارد. احنا ما عندناش موارد يعني لا نهائيه، لا في موارد محدده سواء من الحكومه او من التمويل. عندنا مشكله في التمويل، والقطاع الخاص حتى يعني ان هو بيمول التكنولوجيا دي فيها ريسك كبير او فيها مخاطره كبيره، انه تقريبا 95% من الشركات الناشئه اللي بتشتغل في التكنولوجيا دي بتفشل. 95%. فلما جينا احنا فكرنا كحكومه، قلنا طيب احنا نحاول نفكر بشكل مبتكر ان احنا ندخل براس مال من المال العام، وانشأنا شركه راس مال مخاطر بالتعاون مع وزاره الاستثمار ووزاره التعاون الدولي اللي هي شركه مصر رياده الاعمال ايجيبت فينتشرز، ان هي تستثمر بشكل مباشر في الشركات الناشئه دي. وعندنا مثال بسيط جدا بيشتغل بقى على الصناعه والاي اي، شركه جارمنت اي او اللي هي طورت سولوشن ان هي تتراك الانتاجيه بتاعت كل موظف، بالذات موظفين شركات النسيج، الغزل والنسيج، وتربط الانتاجيه بتاعته بالبونص بتاعه. فده يدي حافز للموظف للعامل ان هو يطلع انتاجيه اعلى، وعشان ده في الاخر هيترجم للمرتب بتاعه. زمان ما كانش ينفع يتعمل كده. هم ربطوا الكاميرات بتاعت المصانع بالذكاء الاصطناعي بالايمج بروسيسنج وطوروا المنتج ده، وكتير جدا دلوقتي المصانع بقت تستخدمه. مش بس كده، دول بقوا يصدروا السولوشن بتاعتهم للمغرب وتونس ودول تانية. فده المستقبل. وفي امثله مختلفه كتير جدا. الحكومه في النموذج بتاع ايجيبت فينتشرز كل جنيه صرفته جابت قصاده 4 جنيه من القطاع الخاص. فاحنا بنحاول نشجع القطاع الخاص ان هو يستثمر في مثل هذه الحلول عشان هو ده المستقبل. واحنا عندنا المهارات. التمويل حتى لو عائق، لكن بالتركيز وباختيار قطاعات محدده احنا عارفين ان فيها عندنا ايدج فيها، والالكترونكس طبعا من القطاعات الرئيسيه في المجال ده، هنقدر نتغلب على جزء التمويل. وطبعا الجزء الهام واللي هو المنتديات اللي زي النهارده بتطرحه هو فكره التشبيك ما بين الاطراف المختلفه، سواء القطاع الخاص، الحكومه، رواد الاعمال، والمجتمع المدني. وحابب اشكر حضرتك. شكرا جزيلا. هو بس دايما سياده النائب محمود سامي بيحب ايه لما يلاقي حد تامر ما كانش موجود في جلسات كانت الاسبوع اللي فات. مشكله رياده الاعمال بصفه اساسيه في التمويل. يعني زي ما نقول شات جي بي تي بس عملوا اخر راوند دي ب 6 مليار دولار. انا مش عارف صناديق مصر رياده الاعمال والكلام ده، انا اعتقد بتاع 250 مليون دولار كل اللي احنا لميناه يعني. خطه وزاره التخطيط في هذا الامر. تاني حاجه كل ما يعني من غير وزاره التخطيط يعني ما تضع حلول في ايجاد طريقه للتمويل. وفي جزء طبعا كبير على الجانب التشريعي، النائب العظيم مكرم رضوان يعني على يعني ايجاد برحب بيك، اهلا وسهلا يا فندم. معانا يعني احد قيادات مجلس النواب، لان احنا فعلا في جانب التشريعي مجلس النواب اولا ومجلس الشيوخ يجب يعني اصدار تشريعات تشجع الشركات اللي هي اصلا تيجي تستثمر في مصر من اجل يعني مشاكل الدخول والخروج ودخول الاموال وعمليه التصفيه، لان غالبا يعني مشروعات رياده الاعمال 80% منها بيفلس، وده مقبول في هذه الصناعه. تستثمر 10 مشاريع 8 يفلسوا و2 ينجحوا، هذه النسبه مقبوله يعني. فانا يعني مشكله التمويل مشكله عايز يعني اعرف عليها. برضه وزاره التخطيط يعني كل مشاريع رياده الاعمال في مصر يعني منحصره في الفinTech اللي هي المعاملات الماليه، وتقريبا العربيات الدليفري بس. احنا موضوعنا بنتكلم على الزراعه والتصنيع. برضه هل هناك خطه اللي احنا بقى نقول لشبابنا يعني خلاص كفايه، يعني كفايه اللي انت يعني نعمل يعني ابلكيشن اللي هو يجيب موتوسيكل عشان يوصل الاكل من هنا لهنا. خلاص دي ما بقتش خالص في الستارت اب ولا يعني اتهرت خلاص هذه التجربه. والفinTech نفس الكلام، يعني في 600 شركه بتشتغل في مجال عمليه التحويل او التمويل التجزئه وغيرها يعني.
هو ده يعني برضه سؤال للاستاذ تامر، لو عارف ان انت لسه وارد جديد على الوزاره مع وزيره التخطيط، وكانت فلكن ده هذا السؤال ليك يا فندم. شكرا سياده النائب. ويعني خليني اقول هل اننا نخش عصر الذكاء الاصطناعي؟ كمان سؤال اتسأل، هل احنا عندنا الكوادر البشرية عشان نفتح لها الجامعات اللي مفتوحة حاليا في الذكاء الاصطناعي؟ فدي الحقيقة أسئلة مهمة جدا عشان نتكلم على تنمية صناعية بتستخدم أو داخلة على عصر التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. في مجال الحوكمة الذكية وإدارة الخدمات العامة. طبعا أغلب الدول العربية ومنها الورقة بتاعتنا بتناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحوكمة الذكية وإدارة الخدمات العامة. أبرزت دولة الإمارات كأحد النماذج الرائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة. ركزنا على كيفية استثمار الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير عدة خدمات حوكمية، منها الصحة، التعليم، إدارة المرور، بالإضافة إلى الخدمات البلدية لتحسين جودة حياة المواطنين وتقليل تكاليف التشغيل. سلطنا الضوء على دولة الإمارات لأن هي أكبر مرجع للدول الأخرى اللي بتسعى لتعزيز استراتيجيات الحوكمة الذكية. لو جينا نتكلم على مصر في مجال الحوكمة الذكية، فدولة مصر اهتمت أكتر بالرقمنة في مجال القضاء، وبدأنا إن احنا نحول أغلب القضايا عندنا للسيستم بتاع الحوكمة، بس لسه ما بدأناش ان احنا نكمل في مجالات الصحة والتعليم وإدارة المرور زي الإمارات، ونتمنى ان احنا نستفيد بتجربة الإمارات في تطبيق كل الابليكيشنز اللي عندهم. شكرا لحضرتك. شكرا لك على التزام. أعضاء مجلس النواب، فده بيدي ثقل كبير جدا لهذا المؤتمر. أنا بدعوكم لحاجة بسيطة لو أمكن. ودكتورة أمانة عزيز طبعا موجودة معانا، عضو مجلس النواب. أهلا بيكي. أهلا بيكي. هنبدأ حالا فعاليات الجلسة الثانية.